نادي كبير بس كان دايما بيبقى في منتصف الجدول واحيانا بيصارع على الهبوط، والانديه الكبيره بتشوفه فريق سهل لحد ما يجي مدرب شاب اسمه دييجو سيميوني والفريق معاه يتحول ويخلي اللعيبه تلعب بروح وتموت نفسها عشان الفريق. كون دفاع حديدي وهجوم قوي ما بيرحمش، وبقى ند قوي الريال مدريد والبرشلونه، وكمان اوروبيا بقى مرعب للخصوم. فريق كان بيصارع على الهبوط ودلوقتي بقى بيصارع على القمه. قصه تحول تاريخيه لفريق اتلتيكو مدريد البطل فيها هو دييجو سيميوني. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. يلا يا نصار. البداية كانت في موسم 2011-2012. نجوم الفريق الكبار اجويرو فولان وديخيا مشيوا من الفريق، وبرضه الفريق عمل صفقات كويسة زي فالكاو واردا توران. بس المشكلة دايما في اتلتيكو مدريد ما كانتش في اللعيبة، المشكلة دايما كانت في المدرب، وان مفيش اي مدرب بيكمل معاهم كتير حتى لو قدر يعمل حاجة مع الفريق. مدرب اتلتيكو وقتها كان جورجيو مانزانو، وهو مدرب مش معروف قوي، واكبر انجازاته هو الفوز بالكاس مع ريال مايوركا سنة 2003. نتائج الفريق كانت كارثية مع مانزانو. الفريق اول 17 ماتش في الدوري خسر 7 ماتشات ومنهم هزايم تقيله جدا، الخساره من برشلونه 5-0، الخساره من ريال مدريد 4-1، والخساره من اسبانيول 4-2، والفريق كان في المركز ال11 في الدوري. كل ده خلى اداره اتلتيكو تقيل مانزانو على طول. بس المشكله ما كانتش في اقاله مانزانو، المشكله كانت مين هو اللي هيعوض مانزانو، لحد ما تم اقتراح اسم دييجو سيميوني. الاسم اللي كان كبير جدا بالنسبه للنادي، وواحد من اساطيره، وواحد من اللي حققوا مع اتلتيكو اخر لقب دوري اسباني حققه الفريق سنه 96. وغير كده سيميوني مدرب صاحب شخصية قوية جدا ومحبوب جدا من الجماهير، وده اللي ظهر في اول تمرينه لسيميوني مع اتلتيكو، لان الجماهير اللي كانت بتصفر وبتهاجم اللعيبه في الملعب قبل التمرين ما يبدا، بمجرد وصول دييجو سيميوني التصفير والهجوم بقى تصفيق واستقبال حار للمدرب الجديد. واللعيبه من وقتها عرفت انها مش هتتعامل مع اي حد كده وخلاص، لا ده مدرب قوي جدا. الفريق قدر يتحسن بشكل كبير مع سيميوني، وفي حاجتين بقوا واضحين جدا للجماهير. اول حاجه ان الفريق بقى بيلعب بروح قويه جدا، الحاجه التانية هي الدفاع اتحسن بشكل كبير. وهتلاقي ان في اول 7 ماتشات لاتلتيكو مع سيميوني الفريق خرج ب5 كلين شيت، وهتلاقي ان رغم الخساره من برشلونه 2-1 ومن ريال مدريد 4-1 الا ان الفريق كان مقدم اداء قوي قدام برشلونه وريال مدريد، وكان ند واضح ليهم وما خسروش بسهوله. وفي اخر 5 ماتشات في الدوري الفريق يفوز في 4 ماتشات ويتعادل في ماتش، واتلتيكو يفنش الدوري في المركز الخامس. وده كان ترتيب كويس جدا بالنسبه لاتلتيكو، خاصه ان سيميوني كان ماسك الفريق وهو في المركز ال11. وفي حاجة بقى تانية عايزين نتكلم عليها، وهي الدوري الأوروبي. أتلتيكو كانت صاعدة لدور ال 32 قبل ما سيميوني يجي، وفي دور ال 32 الفريق هيلاعب فريق مش سهل وهو لاتسيو. في الماتش الأول على ملعب لاتسيو كلوز يسجل الهدف الأول للاتسيو، بس أتلتيكو يقدر يسجل 3 أهداف ويقلب تأخره بهدف لفوز ب3 أهداف مقابل هدف، ويحقق الفوز على ملعب لاتسيو. وفي الماتش التاني أتلتيكو يفوز على ملعبه 1-0 ويتأهل لدور ال16 عشان يقابل بشكتاش التركي. وقدام بشكتاش أتلتيكو يقدر يفوز بنتيجة 6-1 في مجموع الماتشين ويتأهل لربع النهائي. وفي ربع النهائي الفريق قابل هانوفر الألماني ويقدر أتلتيكو يفوز بنتيجة 4-2 في مجموع الماتشين. وفي نص النهائي الفريق قابل خصم مش سهل وهو فالنسيا الأسباني. الماتش الأول على فيسنتي كالديرون ملعب أتلتيكو يخلص بفوز أتلتيكو 4-2 في ماتش تألق فيه النمر الكولومبي راداميل فالكاو. وفي الماتش التاني في ملعب المستايا الفريق يقدم ماتش دفاعي قوي جدا وما يكتفيش بالدفاع بس، لا يفوز كمان بهدف مقابل لا شيء. وفي النهائي الفريق هيلاعب أتلتيك بلباو، وأتلتيك بلباو وقتها كان فريق قوي وعنده لعيبه قويه زي ديجو يورينتي ومونيايين وخافي مارتينيز، وكمان بيدربهم مارسيلو بيلسا. النهائي يبدا وراداميل فالكاو ما يستناش غير 7 دقائق بس ويسجل الهدف الاول لاتلتيكو، وبعدها في الدقيقه 34 فالكاو يسجل الهدف الثاني لاتلتيكو. وفي الشوط الثاني وقبل نهايه الماتش ب5 دقائق دييجو يسجل الهدف الثالث لاتلتيكو ويحسم الماتش، ورسميا اتلتيكو مدريد يفوز باليوروبا ليج، ودييجو سيميوني يفوز باول بطوله ليه مع اتلتيكو. والاول مره من فتره كبيره إدارة أتلتيكو مدريد تحس إن عندها مدرب ينفع يعتمدوا عليه على المدى البعيد. ونروح لموسم 2012-2013 أتلتيكو ما عملتش صفقات يعتبر، وسيميوني قرر يعتمد على اللعيبة الموجودة، وهتلاقي إن في لعيبة زي كوكي وأردا توران وفليب لويز بقى ليهم دور كبير في الفريق وبقوا بيقدموا أداء كويس. في بداية الموسم أتلتيكو يلعب تشيلسي في السوبر الأوروبي، وطبعا الترشيحات كلها بتصب في مصلحة تشيلسي والكل متوقع إنهم يحققوا الفوز. الماتش يبدأ وراداميل فالكاو يسجل في الدقيقة السادسة، وفالكاو ما يستناش كتير ويسجل الهدف الثاني لاتلتيكو في الدقيقه 19. وقبل نهايه الشوط الاول فالكاو يسجل الهاتريك ويعلن نفسه نجم اللقاء. وفي الدقيقه 60 جواو ميراندا يسجل الهدف الرابع لاتلتيكو
ورغم تسجيل جاري كاهل هدف لتشيلسي الا ان ده ما فرقش كتير، واتلتيكو يفوز بالسوبر الاوروبي بعد الفوز الكبير على تشيلسي 4-1، وسيميوني يثبت انه جاي يعمل حاجه مختلفه مع الفريق ده. اما على مستوى الدوري بقى اتلتيكو كان كويس جدا. الفريق الموسم ده قدر يجمع في الدوري 76 نقطه، وبقى في المركز الثالث في الدوري ورا ريال مدريد الثاني وبرشلونه بطله الدوري، واتلتيكو يتاهل لدوري الابطال للمره الاولى من فتره كبيره. ورغم ان الفريق خرج من الدور الاول في اليوروبا ليج الا ان دي كانت حاجه طبيعيه. هتقولي ليه؟ هقول لك ببساطه، لان مفيش فريق بيقدر ينافس على كل البطولات الا لما يكون عنده عدد كبير من اللعيبه وعمل صفقات كتير زي ارسنال مثلا دلوقتي. المهم نرجع لاتلتيكو، واللي عايز اتكلم عنه الموسم ده هو كاس الملك. اتلتيكو عمل ملحمه في كاس الملك الموسم ده. اتلتيكو فاز على ختافي في دور ال16، وفي ربع النهائي فاز على ريال بيتيس، وفي نص النهائي الفريق اتاهل النهائي على حساب اشبيليا بعد ماتشين قويين جدا. اما النهائي بقى كان قصه لوحده. النهائي كان بين اتلتيكو مدريد وريال مدريد. ريال مدريد بقياده جوزيه مورينيو، واللي عايز يفوز ببطوله وينقذ الموسم باي طريقه. الحاجه اللي كانت صعبه على اتلتيكو ان الماتش كان في البرنابيو ملعب ريال مدريد. الملعب هيبقى بسعه 80,000 مشجع مقسومين 40,000 لكل فريق، بس طبعا التفوق للريال بسبب انه متعود على الملعب. الدافع اللي كان عند اتلتيكو ان كل الاعلام الاسباني كان بيقلل منهم وبيقولوا انه هيكون خصم سهل جدا للريال، والريال البطوله مضمونه بالنسبه له. ونروح بقى للنهائي. الماتش يبدا ويبقى فيه تفوق واضح لريال مدريد على اتلتيكو، وكريستيانو يسجل الهدف الاول في الدقيقه 14، وبعدها تستمر هجمات ريال مدريد لتسجيل الهدف الثاني، بس كتيبه دييجو سيميوني كانوا بيدافعوا بقوه. وفي الدقيقه 34 دييجو كوستا يسجل التعادل لاتلتيكو، والشوط الاول يخلص بالتعادل، وفي الشوط الثاني الماتش يستمر على كده، ومنه نروح للاشواط الاضافيه. وفي الشوط الاضافي الاول جواو ميراندا يسجل الهدف الثاني لاتلتيكو، وفي الشوط الاضافي الثاني كان في ملحمه دفاعيه من اتلتيكو، وكان في توتر كبير بين الفرقتين. لعيبه كتير من الفرقتين خدوا انذارات، وجابي اتطرد من اتلتيكو وكريستيانو اتطرد من الريال. المهم ان النتيجه تخلص على كده، واتلتيكو مدريد يفوز بكاس الملك لاول مره من 16 سنه، وسيميوني يفوز بالبطوله الثالثه ليه مع اتلتيكو في تاني موسم ليه بس. ونروح لموسم 2013 2014، الموسم اللي سيميوني واتلتيكو مدريد اثبتوا فيه للعالم كله انهم جايين يلعبوا وسط الكبار. في صيف 2013 نجم الفريق الاول راداميل فالكاو يرحل عن الفريق ويروح موناكو. فالكاو كان مسجل الموسم ده 34 هدف، وكان احسن مهاجم في العالم. الكل توقع ان اتلتيكو هيتاثر جامد برحيل فالكاو، بس العبقري سيميوني كان عنده الحل، لانه خلى دييجو كوستا ياخد نفس ادوار فالكاو ويكون هو مهاجم الفريق الاول، وكمان جاب ديفيد فيا من برشلونه كمهاجم خبره. ودايما على مر السنين هتلاقي ان سيميوني مبدع في اكتشاف المهاجمين، ودايما بيبقى عنده مهاجمين اقوياء جدا. ونرجع بقى الموسم 2013 2014، سيميوني بقى بيلعب بخطه 4-4-2، ودي كانت خطه دفاعيه، وكان الاعتماد في تسجيل الاهداف على هجمات المرتده. مفيش حد اتغير في التشكيله يعتبر من الموسم اللي فات ما عدا الاثنين مهاجمين اللي بقوا دييجو كوستا وديفيد فيا معظم الوقت. اول 8 ماتشات في الدوري اتلتيكو يقدر يحقق العلامه الكامله ويفوز في ال8 ماتشات، وكمان يفوز على ريال مدريد في البرنابيو بهدف لنجم الفريق دييجو كوستا. ورغم خساره اتلتيكو قدام اسبانيول بنتيجه 1-0 في الماتش التاسع، الا ان الفريق فضل بعدها مكمل في سكه الانتصارات، وفي 9 ماتشات اتلتيكو يقدر يفوز في 8 ويتعادل ماتش واحد بس. وهتلاقي ان اتلتيكو بقى بيفوز بنتائج كبيره. هتلاقي ان اتلتيكو فاز على ريال بيتيس 5-0 وعلى ختافي 7-0، وفي اخر ماتش في الدور الاول اتلتيكو تعادل سلبيا مع برشلونه، وبعدها اتلتيكو يخسر ماتشين ويتعادل بنتيجه 2-2 قدام ريال مدريد، وبعدها اتلتيكو يفوز في 9 ماتشات على التوالي، وكمان يحقق الكلين شيت في 8 ماتشات منهم، واتلتيكو يبقى متصدر الترتيب بفارق مريح، ويبقى فاضل 3 ماتشات بس على التتويج بالدوري. بس اتلتيكو يخسر ماتش ويتعادل ماتش، ويتاجل حسم الدوري للماتش الاخير قدام برشلونه على الكامب نو. وفي الماتش قدام برشلونه كان يكفي الاتلتيكو مدريد التعادل للتتويج باللقب، والماتش يخلص بنتيجه التعادل 1-1، ورسميا اتلتيكو مدريد يفوز بالدوري الاسباني لاول مره من سنه 1996، وسيميوني يرجع الدوري لاتلتيكو كمدرب زي ما فاز بيه اخر مره كلاعب. اتلتيكو السنه دي في الدوري عملوا ارقام قويه جدا، وملعب الفيسنتي كالديرون كان مرعب للخصوم. اتلتيكو ما خسرش ولا ماتش على ملعبه في الدوري طول الموسم. وفي كاس الملك اتلتيكو برضه عمل اداء كويس، بس يخرج من نص النهائي على ايد ريال مدريد. وفي دوري الابطال اتلتيكو كان عامل اداء خرافي. اتلتيكو تأهل كاول مجموعته، وفي دور ال16 اتلتيكو يفوز على الميلان رايح جاي بمجموع 5-1 في الماتشين، وفي ربع النهائي اتلتيكو يخرج برشلونه بعد الفوز عليها 2-1 في مجموع الماتشين، وفي نص النهائي اتلتيكو يتأهل على حساب تشيلسي بعد ما قدر يفوز على ارض تشيلسي 3-1، ويتأهل اتلتيكو لنهائي دوري الابطال عشان يقابل ريال مدريد.
النهائي ده انا يمكن اتكلمت عليه كتير هنا في القناه، فمش هتلاقيني بتكلم في كل التفاصيل فيه. المهم ان في النهائي اتلتيكو فضل فايز على الريال لحد الدقيقه 92، بس بعدها يجي هدف راموس الشهير، وفي الاشواط الاضافيه اتلتيكو ينهار ويخسروا للاسف 4-1. بس رغم خساره اتلتيكو مدريد الا انهم كسبوا احترام الجميع. وهتقولي ليه انا قلت ان اتلتيكو وسيميوني اثبتوا نفسهم الموسم ده بالذات؟ هقول لك بسبب الاستمراريه. في انديه كتير صغيره حققت نجاح في موسم من المواسم وبعدها الفريق وقع، وعندك امثله كتير جدا، ويمكن اشهرها هو فريق ليستر سيتي بعد ما فاز بالدوري الانجليزي وبعدها اختفى. وفي صيف 2014 اتلتيكو باع اكتر من لاعب مهم في الفريق. اتلتيكو باع هداف الفريق دييجو كوستا لتشيلسي، وبرضه فليب لويز الباك الشمال الاساسي راح تشيلسي، وكورتوا حارس الفريق الاساسي اعارته خلصت ورجع برضه لتشيلسي، بالاضافه لرحيل ديفيد فيا وادريان لوبيز عن الفريق. يعني من الاخر الفريق ضحى بكتير من قوامه الاساسي، وفي الغالب الانديه لما بتعمل كده بتقع. بس مع سيميوني الموضوع كان مختلف. سيميوني اشترى انطوان جريزمان جناح ريال سوسيداد واللي كان مقدم موسم كويس جدا، وجاب المهاجم الكرواتي ماريو مانزوكيتش من البايرن، وعوض رحيل كورتوا باوبلاك حارس بنفيكا. ونروح لموسم 2014 2015. بدايه الموسم اتلتيكو تفوز على ريال مدريد في السوبر الاسباني، وسيميوني يبقى فاز بخامس بطوله ليه مع اتلتيكو، ويكون حقق كل البطولات الممكنه مع اتلتيكو. وفي الدوري بقى الفريق كان اداؤه كويس، بس طبعا مش زي الموسم اللي فات. اتلتيكو قدر يفوز على ريال مدريد رايح جاي في الدوري، ومحدش يقدر ينسى الماتش اللي كان على ملعب الفيسنتي كالديرون اللي فاز فيه اتلتيكو 4-0 على الريال. وفي الشتاء اتلتيكو يستعير فرناندو توريس من الميلان، والكلام ده هتلاقيني قلته الحلقه اللي فاتت في حلقه فرناندو توريس. المهم اتلتيكو يفنش الدوري في المركز الثالث، وفي دوري الابطال الفريق خرج من ربع النهائي على ايد ريال مدريد. ونروح لموسم 2015 2016. فيليب لويز يرجع لاتلتيكو مره تانية بعد ما لقاش نفسه في تشيلسي، وهنا تظهر شخصيه سيميوني الكويسه، وانه بيعامل اللعيبه زي اولاده. وان بمجرد ما فليب لويز طلب يرجع لاتلتيكو مدريد ما قفلش الباب في وشه وما قالش ده لاعب سابني ومشي، ورحب برجوعه. وهتلاقي برضه ان اتلتيكو باع كذا لاعب مهم الموسم ده زي اردا توران وراؤول جارسيا ومانزوكيتش. الموسم ده اتلتيكو كان مقدم اداء كويس جدا في الدوري. اتلتيكو كان في المركز الثالث في الدوري وكان على بعد 3 نقط بس من البطل برشلونه. وفي دوري الابطال اتلتيكو كان مقدم اداء كويس جدا جدا. اتلتيكو فاز في دور ال 16 على ايندهوفن بضربات الجزاء، وفي دور الثمانيه اتلتيكو قابلت برشلونه، والماتش الاول على الكامب نو يخلص بفوز برشلونه 2-1. بس في العوده على فيسنتي كالديرون اتلتيكو يفوز 2-0 بهدفين لانطوان جريزمان، واتلتيكو يقصي برشلونه حامل اللقب ويتاهل لنص النهائي. وفي نص النهائي اتلتيكو يقابل البايرن. الماتش الاول في الفيسنتي كالديرون يخلص بفوز اتلتيكو بهدف مقابل لا شيء، ورغم الخساره في الاياب 2-1 من البايرن الا ان اتلتيكو يتاهل للنهائي، واتلتيكو يتاهل لنهائي دوري الابطال للمره الثانيه خلال 3 سنين بس. النهائي كمان كان قدام ريال مدريد برضه. الماتش يبدا وراموس يسجل للريال في الدقيقه 15 وجريزمان يضيع ضربه جزاء في الدقيقه 48. بس قبل نهايه الماتش ب10 دقائق كاراسكو يسجل التعادل لاتلتيكو، وبعدها نروح للاشواط الاضافيه ومنها لضربات الجزاء. وللاسف خوان فران يضيع الرابعه لاتلتيكو، وريال مدريد يسجل الخمس ضربات عشان اتلتيكو تخسر دوري الابطال بضربات الجزاء. ومره تانية اتلتيكو مدريد وسيميوني للاسف يتحرموا من الفوز بدوري الابطال، وبتفاصيل صغيره جدا جدا. سيميوني الموسم ده كان احسن مدرب في العالم رغم انه ما فازش باي بطوله. ونروح لموسم 2016 2017. موسم كان كويس جدا لاتلتيكو، بس طبعا ما كانش زي الموسم اللي قبله. اتلتيكو كان في المركز الثالث في الدوري بس بفرق كبير عن البطل ريال مدريد وحتى التاني برشلونه. وهتلاقي ان اتلتيكو مدريد خرج من نص نهائي دوري الابطال على ايد ريال مدريد برضه. الحاجه الكويسه بقى ان خلاص اتلتيكو بقى واحد من الانديه الكبيره وبيتعمل لهم الف حساب، وتحول من فريق منتصف جدول واوقات بيصارع على الهبوط لنادي هو المنافس مع برشلونه والريال على الدوري الاسباني. ونروح لموسم 2017 2018. اداء اتلتيكو كان كويس جدا في الدوري، وهتلاقي انه في الدور الاول ما خسرش غير ماتش واحد بس. وفي الشتاء اتلتيكو مدريد يرجع نجم الفريق السابق دييجو كوستا. وفي الدور الثاني في الدوري الفريق خسر كتير، وهتلاقي ان الفريق خسر في الدور الثاني بس 4 ماتشات، وده يطلعه بره صراع الدوري. بس في النهايه اتلتيكو ياخد المركز الثاني في الدوري ورا البطل برشلونه. اما بقى في دوري الابطال الفريق كان سيء جدا جدا، والاول مره مع سيميوني الفريق يفشل في انه يعدي من دور المجموعات. اتلتيكو كان في المركز الثالث في مجموعته وبالتالي ينزل يلعب في اليوروبا ليج. ويمكن اليوروبا ليج
كانت الحاجة الكويسة الوحيدة في الموسم ده اتلتيكو فاز على كوبنهاجن في دور ال 32 وتأهل بعد ما فاز عليهم 5-1 في مجموع الماتشين، وفي دور ال 16 اتلتيكو يفوز على لوكوموتيف موسكو الروسي بمجموع 8-1 في الماتشين، وفي ربع النهائي اتلتيكو يعدي من منافس صعب وهو سبورتنج لشبونة بمجموع 2-1 في الماتشين. وفي نص النهائي بقى كان ماتش قوي جدا قدام ارسنال، واللي كانت حاطه البطوله دي هدف ليها. الماتش الاول كان على ملعب الامارات ملعب ارسنال، لاكازيت يسجل لارسنال الهدف الاول، بس قبل نهايه الماتش جريزمان يخطف هدف التعادل لاتلتيكو. وفي الماتش الثاني في ملعب اتلتيكو يبقى الفرقتين مقدمين مستوى كويس جدا والفرص رايحه جايه، بس قبل نهايه الشوط الاول دييجو كوستا يسجل هدف لاتلتيكو، وفي الشوط الثاني اتلتيكو يقدر يحافظ على النتيجه ويتاهل لنهائي اليوروبا ليج. النهائي بقى كان قدام مارسيليا الفرنسي، والنهائي ده كان مهم لحاجتين: اول حاجه الفريق عايز ينقذ الموسم ببطوله، وتاني حاجه ان خلاص ده هيبقى اخر نهائي لاسطورتين من اساطير النادي، كابتن الفريق جابي وفرناندو توريس. يبدا النهائي وانطوان جريزمان يسجل لاتلتيكو في الدقيقه 21، وبعد بدايه الشوط الثاني جريزمان يسجل الهدف الثاني لاتلتيكو، وقبل نهايه الماتش بدقيقه واحده جابي كابتن الفريق يسجل الهدف الثالث ويودع الفريق باحسن حاجه ممكنه، وكمان فرناندو توريس ينزل في الدقيقه 90 عشان يتكرم من الجماهير، واتلتيكو يفوز باليوروبا ليج، وده يبقى ثالث لقب اوروبي لسيميوني مع الفريق. وفي الصيف الفريق جاب كذا صفقه مهمه، ابرزهم كان توماس ليمار من موناكو ورودري من فياريال. ونروح لموسم 2018 2019. في بدايه الموسم كان ماتش السوبر الاوروبي وكان قدام ريال مدريد بطل دوري الابطال. الماتش يبدا وديجو كوستا يسجل هدف لاتلتيكو في الدقيقه الاولى، وبعدها بنزيما يسجل التعادل للريال في الدقيقه 27، وفي الشوط الثاني راموس يسجل الهدف الثاني للريال. بس قبل نهايه الماتش ب10 دقائق دييجو كوستا يسجل التعادل لاتلتيكو. ونروح للاشواط الاضافيه، ساول يسجل هدف لاتلتيكو في الدقيقه 98، وبعدها كوكي يسجل الرابع لاتلتيكو عشان يقتل الماتش، واتلتيكو يفوز بالسوبر الاوروبي على حساب ريال مدريد. الموسم ده الفريق في الدوري كان ماشي بشكل كويس وقدر يبقى في المركز الثاني في الدوري ورا برشلونه البطل. اما في دوري الابطال الفريق خرج على ايد يوفنتوس من دور ال 16 بعد ريمونتادا كريستيانو المشهوره. وفي صيف 2019 الفريق يمشي منه لعيبه مهمه جدا: جريزمان نجم الفريق الاول يرحل لبرشلونه، لوكاس هرنانديز يرحل للبايرن، ورودري يروح للسيتي. والفريق اشترى لعيبه كويسه برضه، هتلاقي انه جاب ماركوس يورينتي من ريال مدريد، وتريبير من توتنهام، وجواو فيليكس من بنفيكا. ونروح لموسم 2019 2020. موسم كان متوسط لاتلتيكو، مش الحلو قوي ولا الوحش قوي. الفريق خسر السوبر الاسباني على ايد ريال مدريد بضربات الجزاء. اتلتيكو الموسم ده كان في المركز الثالث في الدوري ورا ريال مدريد البطل وبرشلونه الثاني. وفي دوري الابطال الفريق فاز على حامل اللقب ليفربول في دور ال 16 بمجموع 4-2 في الماتشين، بس يخرج من فريق لايبزيج الالماني من ربع النهائي. وفي صيف 2020 الفريق عمل صفقه قويه جدا، وهي صفقه البوستوليرو لويس سواريز، واللي كومان مدرب برشلونه ما كانش عايزه، والصفقه دي تمت ب9 مليون يورو بس. ونروح لموسم 2020 2021، موسم تاريخي لاتلتيكو مدريد. اول 10 ماتشات في الدوري الفريق كان مقدم اداء قوي جدا، الفريق ما خسرش ولا ماتش وقدر يحقق الفوز في 7 ماتشات ويتعادل في 3 ماتشات، وهتلاقي انه كمان قدر يفوز على برشلونه 1-0. واتلتيكو يتصدر الدوري بعد 10 جولات، ورغم الخساره من ريال مدريد في الماتش 13 الا ان اتلتيكو رجع وقدم اداء كويس، وهتلاقي انه فاز في 8 ماتشات متتاليه ويستمر في الصداره. ومع ان اتلتيكو اتعثر في كذا ماتش بعدها وضيع نقط كتير الا انه كان بيقدر يرجع ويستعيد الصداره من تاني. وقبل 3 ماتشات من نهايه الدوري كان اتلتيكو المتصدر ووراه ريال مدريد بفارق نقطتين بس، يعني اي تعادل ممكن يضيع الدوري من اتلتيكو. وفعلا ال3 ماتشات دول كان فيهم اثاره قويه جدا. ماتش ريال سوسيداد يخلص بنتيجه 2-1، وفي الماتش قبل الاخير في الدوري الفريق كان خسران على ملعبه بهدف لحد الدقيقه 75، بس الفريق بروح دييجو سيميوني يسجل التعادل في الدقيقه 82 وهدف الفوز في الدقيقه 88. وبرضه في الماتش الاخير في الدوري الفريق يقلب تاخره بهدف لفوز بهدفين، ورسميا اتلتيكو مدريد يفوز بالدوري الاسباني. ويا ترى مين كان نجم الليجا بالنسبه لاتلتيكو؟ ايوه هو لويس سواريز اللي قدر يسجل 21 هدف في الدوري. الدوري ده كان مهم جدا لسيميوني والاتلتيكو مدريد، وكان بيثبت ان الفريق ما انتهاش وانه قادر يقدم حاجه كويسه بقياده دييجو سيميوني. وفي صيف 2021 الفريق يعمل صفقات مهمه، الفريق يرجع انطوان جريزمان اللي ما لقاش نفسه في برشلونه، وللمره المليون لاعب يمشي من اتلتيكو عشان يبقى نجم في فريق تاني وبعدها يرجع تاني لاتلتيكو وسيميوني يرحب بكده. والفريق برضه اشترى رودريجو دي بول وماتيوس كونيا. ونروح لموسم 2021 2022. الفريق للاسف ما قدمش نفس الاداء اللي قدمه الموسم اللي فات في الدوري، وهتلاقي انه في اول 10
ماتشات في الدوري الفريق ما كسبش غير 5 ماتشات بس، ويمكن ابرزهم هو الفوز على برشلونة 2-0 في الماتش اللي سواريز سجل فيه هدف في برشلونة واحتفل احتفاله المشهور. وهتلاقي برضو ان في الدور الثاني الفريق اداؤه ما اتحسنش قوي. اتلتيكو الموسم ده خد المركز الثالث في الدوري، وفي دوري الابطال الفريق خرج على ايد السيتي من ربع النهائي. ونروح لموسم 2022 2023 الفريق برضو كان اداؤه زي الموسم اللي فات. الفريق الموسم ده خد المركز الثالث برضو في الدوري بفارق نقطة واحدة بس عن الريال اللي كان في المركز الثاني. ونروح لموسم 2023 2024 اداء الفريق الموسم ده كان سيء جدا. الفريق قدم نتائج كارثية، والاول مرة في الدوري مع دييجو سيميوني الفريق ياخد المركز الرابع في الدوري ويخرج بره الثلاثة الاوائل. وفي دوري الابطال الفريق يخرج على ايد بروسيا دورتموند من ربع النهائي. وعشان كده في صيف 2024 الفريق يعمل موسم انتقالات قوي جدا. اتلتيكو اشترى جوليان الفاريز من السيتي وكونر جاليجر من تشيلسي، وكمان جاب سولوت اللي كان تاني هدافين الليجا مع فيا ريال. ونروح لموسم 2024 2025 الفريق قدم اداء اقوى من الموسم اللي قبله والنتائج تتحسن شويه، وهتلاقي انه كان في المركز الثالث في الدوري الموسم ده. ولحد دلوقتي في موسم 2025 2026 الفريق شغال بشكل كويس وفي المركز الرابع في الدوري، وكمان اتأهل لنهائي كاس الملك واتأهل لربع نهائي دوري الابطال. وهتلاقي انه غلب ريال مدريد في الدوري 5-2 وغلب برشلونة 4-0 في كاس الملك. سيميوني فاز مع اتلتيكو ب8 القاب، 2 دوري اوروبي، 2 سوبر اوروبي، لقبين في الدوري ولقب في كاس الملك ولقب في السوبر الاسباني، بالاضافه لانه تأهل مرتين لنهائي دوري الابطال واللي ما كانتش حصلت في تاريخ النادي من سنه 1974. خلينا متفقين ان لما بنسمع اسم اتلتيكو بيجي على طول في دماغنا دييجو سيميوني، والعكس صحيح. لو سمعنا اسم سيميوني بنفتكر اتلتيكو مدريد، وحتى كلنا ما نقدرش نتخيل اتلتيكو من غير سيميوني. والشيء الاكيد انه لما هيمشي من الفريق اتلتيكو هيقع على فتره. علاقة سيميوني باتلتيكو مش بس علاقة مدرب بنادي، لا ده اكتر من كده بكتير. مدرب كان لاعب اسطوري في الفريق والجماهير بتعشقه، ورجع عشان يرجع الفريق تاني للقمة، وحول اتلتيكو من فريق اللعيبة بتلعب فيه عشان تنتقل لنادي اكبر لنادي كبير اللعيبة بتحلم تروح له. وخلينا متفقين ان اتلتيكو لما رجع للواجهة من تاني ده افاد الدوري الاسباني جدا، وحسينا ان في منافس حقيقي للريال وبرشلونة. وسواء انت بتحب سيميوني او لا فهو اللي رجع متعة ديربي مدريد من تاني، وحول الماتش ده من مجرد ماتش زي ريال مدريد وختافي لماتش الكل بيستناه وعارف انه هيشوف متعة قوية فيه. وفي النهاية بقى لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس، وقول لي تحب اتكلم عن مين الحلقة الجاية.